السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي، اليوم غنقدم لكم طريقة تحضير دجاج محمر من ايادي الوالدة ان شاء الله. كيجي لذيذ ورائع جدا طريقتها. غادي نبداو في المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو هنايا حنا استعملنا 3 ديال الدجاجات كيف ما كتلاحظوا معنا، وانتم على حسب. هنايا الدجاج ديالنا غسلناه بالملح والليمون الحامض جيدا، وقدناه في الحامض حتى ولا اللحم ديالو بيض وشاد بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. صافي وزولناه من الحامض. حنا خليناه في الحامض مده ليله كامله، مهم حتى تشد لينا بهذا الشكل هذا، ونزولوه من الحامض وما نشلوهش بالماء، نخليوه في الحامض ديالو، غير نزولوه من الحامض ونشرملوه مباشره. اذا سيداتي، وهنا عندنا الكانصا وايضا العناك كما شتي قطعناهم بهذا الشكل هذا. من بعد ما غسلناهم ايضا قطعناهم، وايضا الكبده حتى هي غسلناها وقطعناها بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معنا. هي غادي نسلقوها بوحدها. والان سيداتي غادي ندوزو التوابل اللي غادي نشرملو بهم الدجاج ديالنا. كنحتاجو سيداتي في المقادير عندنا ملعقه من الكركم او الخرقوم البلدي، عندنا نصف ملعقه من الزنجبيل او سكنجبير، عندنا ربع ملعقه من الابزار فلفل اسود، عندنا ملعقه كبيره من هنا عندنا معلقه كبيره من العطريه ديال الدجاج او المروزيه. الملح غادي نبقاو نتحكموا فيه، ما نزيدوهش حتى الاخر لان الدجاج ديالنا فيه الحامض. عندنا لب حامضه، عندنا قزبور ومعدنوس مقطعين، ربطه القزبور ومعدنوس مقطعين، عندنا 3 الحبات من البصل، وعندنا كركومه من الثومه اللي قشرناها كيف ما كتلاحظوا معايا. اذا غادي ناخذ مهراز، غادي نوضعوا فيه قزبور او معدنوس اللي قطعناهم كيف ما كتلاحظوا معايا. نوضعوا فيهم ونضيفوا عليهم الثومه. اذا سيداتي وضعنا الثومه ايضا، نوضعوا قليل من الملح غير باش ندقوا به هذاك الثوم اللي عندنا وقزبور ومعدنوس، وندقوهم جيدا. اذا سيداتي من بعد ما دقيناهم جيدا في المهراز صافي نحيدوهم. بالنسبه اللي ما عندوش مهراز يوضعوهم في الطحانه كهربائيه باش يطحنوا جيدا. اذا سيداتي ناخذ اناء، نوضعوا قزبور والثومه والمعدنوس اللي دقيناهم مع القليل من الملح في اناء. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا وضعنا معلقه كبيره من الكركم، ربع ملعقه من الابزار فلفل اسود، نصف ملعقه من الزنجبيل او سكنجبير، ومعلقه كبيره من المروزيه او عطريه الدجاج، ولب حامضه. صافي هنا الملح ما غاديش نوضعوه، ما غاديش نستعملوا الملح مازال حتى طيب المرقه ديالنا وندوقوها. الا خاصها الملح نزيدوه، ما خصهاش صافي ما نزيدوش، لان الدجاج ديالنا فيه الحامض باش ما يجيناش مالح. التوابل ديالنا غنضيفوا عليهم القليل من الماء كيف ما كتلاحظوا، شويه د الماء، واحد كاس صغير ديال الماء تقريبا، ونجمعوا التوابل ديالنا نخلطوها مع بعضها. اذا سيداتي غادي نضيفوا القليل من الهريسه، والهريسه راه كتبقى اختياريه، اللي بغاها يضيفها اللي ما بغاهاش ما يضيفهاش. اذا سيداتي غادي نبداو نشرملو في الدجاج ديالنا، نعمرو بهذيك التتبيله من الداخل ديالو جيدا كيف ما كتلاحظوا الطريقه، ونحكوه بديك التتبيله من الداخل ومن الخارج ديالو.
اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا شرملنا الدجاج ديالنا جيدا من الداخل ديالو وايضا من الخارج كيف ما كتلاحظوا. الان ندخلوا هذوك الرجيلات بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا. كما كتلاحظوا هكا كيكون الشكل ديالهم. اذا سيداتي ندوزو للمرحله فاش غادي نعقدو الدجاج ديالنا. كناخذوا خيط وكنعقدو بهذه الطريقه هذه، كنجمعوا الجنيحات ديال الدجاج وتنعقدو بطريقه عاديه، وغندوزو باش نعقدو الرجيلات حتى هما بنفس الطريقه. كنلويو الخيط وتنعقدو. اذا سيداتي كناخذوا الطنجره اللي غادي نوضعوا فيها الدجاج ديالنا، كنديروا فيها كاس الا ربع من زيت المائده عبر العنبه، ونضيفوا نصف كاس من زيت البلديه او زيت العود، نصف كاس ايضا بعبر العنبه، وغادي نوضعوا الدجاج ديالنا في الطنجره. وبالنسبه للتشرميله اللي شاطت لينا في هذاك الاناء اللي شرملنا فيه الدجاج، غادي نوضعوا فيها هذوك القنصات اللي عندنا والعناق، وغادي نشرملوهم ايضا بهذه الطريقه هذه كيف ما لاحظتوا معنا. الان سيداتي كنوضعوهم فوق النار حتى كيتشحروا بهذا الشكل هذا، وكنبداو نقلبوا فيهم تتشحروا من جميع الجوانب. هذاك الزيت والتشرميله اللي درناها، ديك التتبيله اللي درناها. اذا سيداتي من بعد ما شحرناهم من جميع الجوانب غنضيفوا هادوك القنصات اللي شرملناهم والعناق كيف ما كتلاحظوا معنا، وغادي نضيفوا كبوا شويه الماء في داك الاناء ونوضعوه، ونضيفوا لتر من الماء على الطنجره ديالنا. هنا لتر من الماء اللي غادي نضيفوه. هنا راه وضعنا لتر من الماء، وهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا راه وضعنا الدجاج ديالنا على الصدر لانه كيتطلب الوقت في الطياب. اذا سيداتي الان غادي نخليوه يطيب مده نصف ساعه. اذا سيداتي هذا هو الدجاج ديالنا اثناء الطياب ديالو. من بعد مرور نصف ساعه غادي نضيفوا هذوك 3 البصلات اللي حكيناهم، صافي سيداتي غادي نزيدو نخليوه يطيب نصف ساعه اخرى. في اخر مرحله غادي نضيفوا الكبده اللي سلقناها كيف ما كتلاحظوا معنا، راه سلقناها من قبل، غادي نضيفوها في اخر مرحله. وغادي نضيفوا ايضا الزيتون كما كتلاحظوا، نضيفوا الزيتون ايضا في اخر مرحله. اذا سيداتي صافي نخليوه يطيب نصف ساعه اخرى، تتبقى لينا ديك 10 دقائق الاخرى، نضيفوا الزيتون والكبده اللي سلقناها من قبل ونطلقوا. سيداتي هنا من بعد مرور ساعه زولنا الدجاج من المرق، غنضيفوا الزيتون في اخر مرحله، نضيفوا الكبده اللي سلقناها من قبل، الكبده ديالنا راه سلقناها صافي، ونخليوها طيب حتى تنشف لينا ديك المريقه ديالنا وتدغمر. والان سيداتي المكونات باش غادي ندهنوا الدجاج ديالنا باش ندخلوه للفرن يتحمر، كنحتاجوا معلقه من السمن. الا ما بغيناش نستعملوا السمن نستعملوا ملعقه من الزبده العاديه حسب الرغبه، يا السمن يا الزبده العاديه. عندنا معلقه من لاموطارد او الخردل، عندنا معلقه من التحميره او البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو،
وعندنا مكعب المرق بنسمه الدجاج، وكيبقى اختياري، اللي بيستعملو يستعملو، اللي ما باغيش يستعملو يستغنى عنه. نخلطوا المكونات مع بعضهم حتى ينسجموا. الان سيداتي خدينا صينيه ديال الفرن دهناها بالقليل من الزيت، غادي ندهنوا فيها الدجاج ديالنا. ناخذوا الدجاج بهذا الشكل هذا، وناخذوا هذوك المكونات اللي خلطناهم، وغادي ندهنوا الدجاج ديالنا بهذا الشكل هذا. ندهنوا الدجاج اللي عندنا بالكامل بهذه الخلطه هذه من جميع الجوانب، ونحطوه بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معنا. والان سيداتي من بعد ما دهناهم غندخلوهم للفرن ونبقاو نقلبوا فيهم باش يتحمروا من الجوانب كامله. اذا سيداتي هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا من بعد ما طيبناه. كيف ما كتلاحظوا معايا المرق ديالو راه واقف، كيف ما كتلاحظوا كنا وضعناها من الفوق وزينه بشرائح من الليمون الحامض. كنتمنى انكم تجربوا غادي ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش توضعوا لايك للفيديو، تشتركوا معنا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.